من اصعب القرارات اللي خدتها في حياتي هو فكره ان انا اشفت من هندسه بترول واروح مجال الاي تي. وقتها كنت خلاص متخرج من بكالوريوس وكنت شايف وقتها ان الدنيا بتتغير في ديجيتال ترانسفورميشن، في اي اي، في بيج داتا، في كلاود تكنولوجيز. فكل ده كان بيخليني احط جنه شعور ان انا في حاجه بتحصل في الدنيا. انا مش جزء منها، انا عايز ابقى جزء منها، عايز ابقى موجود. مش بحب شعور ان انا في حاجه بتحصل حواليا وانا مش عارفها. وفي نفس الوقت لقيت ان الدنيا بتتغير بسرعه، فبالتالي قررت لا، انا عايز ابقى من ضمن الرحله دي، انا عايز ابقى من ضمن رحله التحول دي كلها. بدات ان انا اتعلم، مع ان الخلفيه بتاعتي مش اي تي، بس بدات اتعلم داتا ساينس وداتا اناليسيس، وبعدها دخلت في الاي اي. والتغير ده كان بالنسبه لي مهم، او القرار ده كان بالنسبه لي مهم ليه؟ لانه وقتها لو انا فضلت في المجال اللي فات اللي هو البترول كنت هلاقي موضوع صعوبات كتيره حواليا ان انا اسافر، ان انا اشتغل، انه المجال ده محتاج بلد معينه تشتغل فيها، محتاج شركات معينه تشتغل فيها، اللايف ستايل نفسه صعب والله قوي الناس اللي شغاله في المجال ده. لكن انا بالنسبه لي كان فرصه حلوه ان انا اروح مجال واتعلم مجال جديد، بتشتغل فيه من اي حته في اي بلد. مجالات مختلفه كتير قوي ومعتمده على مهاراتك، مش معتمده على شهاده انت واخدها من الجامعه. فبالتالي ليك فرص اكتر ان انت تشوف الحاجه اللي تناسبك وتناسب شخصيتك. فحبيت اشارك معاك قصتي، وان شاء الله يعني تكون فادت ناس كتير يعني.